نتحدث اليوم عن الإذاعة. طبعا الإذاعة ارتبطت ببعض الكلمات وبعض الأغاني. طبعا صحيح. طبعا خصوصا بعض الأغنيات التي تنتشر دائما حدود الحلبية ترديدها على الإذاعات العربية. أغنية قدك المياس من أهم هذه الأعمال العربية، ولكن هناك من يقول أنها تعود إلى أصول أخرى. صحيح، كفلكلور باللغات الكردية مثلا واليونانية والتركية أيضا ولغات شعوب أخرى في المنطقة، ما أدى بالمهتمين لمعرفة ما هو أصل هذه الأغنية ولأي لغة من هذه اللغات تعود يا محمد. هذا النقاش أوصل 4 مغنيين أصدقاء كردي وعربي وتركي ويوناني إلى نتيجة في هولندا، بعدما أصر كل واحد منهم على أن أصل الأغنية يعود إلى لغته، فاتفقوا على إعادة تسجيل جديد لهذه الأغنية بكل هذه اللغات، فكانت النتيجة أغنية جديدة لفتت انتباه جمهور كبير. هذه الأغنية حل الربيع على السهول للشاعر الكردي الكبير بير ميرد، أداها الفنان الكردي في إيران ملا كريم في نهاية ثلاثينيات القرن الماضي، وسجلت حينها على الإسطوانة ولاقت انتشارا واسعا، ومن ثم غناها الفنان الكبير مظهر خالقي في الثمانينيات. كان ببالي هيك مشروع قبل انه نحن نجتمع من قوميات مختلفة ونعمل نأدي عمل فني، فجمعتنا قدك المياس اللي كل بلد نفس اللحن بس انه كل بلد بغنيها بلغته الخاصة، فهذا الشيء كان كتير جميل. قدك المياس يا عمري يا غصين الباني يلي وصلت كنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا قمر. هلا ببساطة وعفوية تم تنفيذ العمل بدون تكلف، انشغل بمحبة، لهيك بظن هو وصل لكثير من الناس، وأنا سعيدة بهذا الشيء. I think the lyrics are the same. الأغنية جمعت ثقافات عدة، وأظن أنها كانت فكرة جيدة، ولهذا السبب اشتركت مع زملائي الآخرين. أردنا بهذا العمل أن نرسل رسالة سلام وتعايش بين شعوب المنطقة. أنا أميل إلى هذا النوع من الأعمال التي تجمع بين شعوب المنطقة التي تعيش مع بعضها، وأريد أن أعمل مع القوميات والشعوب الأخرى. لا واضح انها عربية. ما حبينا عربي. خلص اتفقت انا ومحمد. اذا وانا واكيد مع الجمهور يعني. طبعا. ننتقل الان او بعد فاصل قصير سيكون لنا حديث عن شباك التذاكر واخبار رياضية، ولكن بعد قليل. ابقوا معنا.